لما طفلك يسألك ربنا فين، جاوبه بكل هدوء وبساطة: ربنا في السماء، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، وزي ما فطرتنا بتقول لنا إن العظيم مكانه دايما عالي ومميز. اشرح له إن اللي خلق الدنيا، البحار والأنهار والشمس والقمر، سبحانه وتعالى أكيد عظيم جدا وفوق كل خلقه، وعلشان كده بنرفع ايدينا للسماء في كل دعاء. لو سألك ازاي بيشوفنا كلنا، ممكن تديله مثال وتقوله: لو احنا فوق عمارة عالية بنشوف كل اللي تحت في وقت واحد، ولله المثل الأعلى، فالله في سماه يرى كل عباده ولا يخفى عليه أحد. وعشان نقرب فكرة إننا مش شايفينه، نسألهم: هل بنشوف الهوى أو بنشوف الحب؟ أكيد لأ، بس بنحس بيهم. وبنفس الطريقة بنعرف وجود ربنا من آياته ونعمه اللي مالية حياتنا. احكي لهم قصة سيدنا موسى لما طلب يشوف ربنا، الجبل ما قدرش يتحمل نور الله وانهار. ربنا نوره أقوى بكتير من الشمس اللي خلقها، وما بنقدرش نبص لها مباشرة. طمنهم إننا مش هنشوف ربنا في الدنيا، لكنه مخبي لينا مكافأة عظيمة هنشوفه في الجنة لما نكبر ونعمل أعمال صالحة ترضيه. ربنا في السماء بعظمته، ومعانا بقربه ورحمته. ابني فيهم العقيدة بالحب والعقل، واصنع أثر.